من الصعب جدا أن يطالب الناس في زماننا هذا بألا يكون في بيتهم تلفاز، لأن الناس اليوم عظمت حاجتهم لمعرفة أخبار ما يقع وما يكون، والبعد عنه وإن كان محمودا لكنه قد يؤثر على إدراك الإنسان للأشياء حوله. لكنني أرى أنه لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في الغرفة التي تنام فيها، لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في مكان مضجعك، في مكان نومك، لأنه من الصعب أن يعينك هذا على أن تقوم في الليل، بل اجعل حيزا من مكان نومك تضع فيه مصلى ثابت، إذا قمت من الليل لكرب أو لغير كرب، إذا أتيت إلى فراشك، إذا شعرت بخلوة تقف فيه بين يدي الله، واعلم أنك لن تجد شاهدا لك يوم القيامة أعظم من هذا. الله يقول: وجيء بالنبيين والشهداء. أعقل الناس من جعل له شهداء كثيرين يشهدون له يوم القيامة، ولا يكون هذا من الناس، لأن هذا قد يخشى عليه كثيرا من الرياء إن لم يقع فيه. لكن الشهود أرض صليت عليها، فقير لا يعرفك وضعت في يده شيئا من الصدقة، أمثال ذلك مما لا يخفى من بعض الطاعات ومواطنها وأماكنها، مثل هذا يكون شهيدا لك يوم القيامة يجعله الله لك. يبحث الإنسان عن أعمال صالحة تحاج الله عز وجل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن أصحابهما. فيأتي الإنسان أعمالا دل الشرع على أنها تحاج الله جل وعلا عن العبد يوم القيامة. والمراد، نعود إلى أول الكلم، كلما كان المكان الذي تنام فيه بعيدا عن مثل هذا كان أكمل، حتى من يرى من الناس جواز أن يكون هناك صورا في البيت لا تعظم على قول بعض المتأخرين من المعاصرين، لكن حتى لو قلنا بالجواز فلا يحسن أن يكون هذا في مكان نومك، فإن الروح تصعد إلى الله في منامها، وكلما كان المكان الذي تنام فيه طاهرا وآخر عهدك بالدنيا قبل أن تنام صلاة وقراءة للقرآن، كان حريا بتلك الروح أن تصعد إلى عرش الرحمن وهي طاهرة. فإذا صعدت وهي طاهرة كانت أقرب إلى العرش من غيرها. الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. جعلنا الله وإياكم ممن طاب جسدا وروحا، وبلغنا الله وإياكم أعلى المنازل وأرفع الدرجات. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.